طب في مشكله بلاحظها او حاجه، انه بعض الاهل بيبقى عندهم شعور شديد بالذنب. الشعور بالذنب ده بيتولد نتيجه ان هم جايين، هم عندهم اعتقاد انهم جايين متاخرين دايما. صحيح. الاسر دايما جايه تقول لك انا حاسس ان انا كان المفروض اجي بدري، انا كنت ملاحظ من سنه او من سنتين. ده حضرتك يعني في العياده عندي الناس بتبقى منهاره، قاعدين بيعيطوا لمجرد ان هو شاف الاشعه. هو ما كانش شاف الاشعه قبل كده، لكن مجرد ان احنا عملنا اشعه ولقى صوره الاشعه فيها اعوجاج شديد العمود القفري، قال ازاي ما خدتش بالي؟ او انا بكشف على الطفل او الطفله واكشف ظهرها قدام الام، تفاجئ بالحاجه واضحه جدا هي ما شافتهاش، فبيبقى عندها نوع من انواع الانهيار العصبي لمجرد ان هي حاجه زي دي فاتتها. فطبعا اول حاجه بقى انا بحاول اطمنهم، اقول لهم مبدئيا دي مش غلطتكم، لان هي المرض ده ما بيبقاش الطفل مولود بيه يعني في معظم الاحيان، ده بيظهر مع النمو. فما هو ما ظهرش الا في خلال الكام شهر اللي فاتت او السنه اللي فاتت، فهو ما كانش موجود قبل كده، فانت مش غلطان في حاجه. ثانيا هو معظم الحالات بتبقى ايديوباثيك، يعني ملهاش سبب، فهو ملهاش علاقه ان الولد كان شايل شنطه تقيله، او البنت وقعت اتخبطت، او كانت قاعده فتره بتذاكر او على الموبايل فتره طويله فظهرها خد الشكل الغلط. فكل دي بتبقى اوهام او تخيلات عند الاهل ان هم اثروا في حق الطفل، فده بيولد احساس بالذنب او يعني جلت ان هم حاسين ان هم مقصرين في حق ابنهم. وهي ده الكور اللي انا بحاول اقنعهم فيه، لا انتوا مش غلطانين، وهي طبيعي ان معظم الناس ما بياخدوش بالهم من الموضوع ده. علشان كده في معظم الدول الاجنبيه بيبقى في حاجه اسمها سكريننج تيستس. يعني ايه؟ يعني الممرضات بيعدوا على الولاد في المدرسه ويبصوا على كذا حاجه منهم العمود الفقري عشان يقدروا يلقطوا الموضوع ده. وده اللي احنا بنحاول نبتدي يعني نفعله في مصر، سواء في المدارس او مع دكاتره الاطفال زمايلنا، ان الموضوع ده يبقى روتين بحيث ان احنا نقدر نلقط الحاجه قبل ما تبتدي تعمل مشاكل.